النهارده معانا الدكتور امجد سراج، استشاري التخدير ورعايه مركزه وعلاج الالام بين مانجمنت ومدرس في كليه طب عين شمس. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور فوزي. وحشني حبيبي، ايه الاخبار؟ انت اكتر وصديق الصدوق يعني ربنا دفعتي يخليك. ودايما ما بيننا يعني حبيبي. حكايات. دي يعني احلى ايام. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. احنا النهارده عايزين نتكلم بقى عن جزء يمكن انا معظم العيانين او كل العيانين، مش هقول لك معظم يعني كل العيانين بيخشوا لي العياده، اول ما اجي اقول لهم هتتعمل بتخدير فيقول لك تخدير ايه؟ فاقول لهم والله تخدير كلي بس، وتبدا الخضه. هو التخدير ده خطر؟ والله التخدير خطر فعلا. خطر فعلا. بص يا باشا، خلينا نتكلم عن التخدير مبدئيا. الفايده كلها ان المريض يقدر يعمل العمليه، الجراح يقدر يعمل عمليه للمريض من غير الم، وتبقى الفيلد بتاع الجراح او المكان اللي الجراح شغال فيه مناسب ليه. تمام. مناسب ليه جراحيا، ان هو ما فيش لا قدر الله نزيف، ما فيش مشاكل في الحركه، ما فيش مشاكل في الضغط، في النبض، في الكلام ده. فدي الوظيفه الاولى الاساسيه لدكتور التخدير. الوظيفه الثانيه هي البين مانجمنت، ان المريض يدخل العمليه ويخرج منها، مش هنقول من غير الم طبعا لان يعني شبه مستحيل، بس باقل قدر من الالم. تمام بالظبط. طيب تخدير الخطوره الأطفال. بقى، احنا بنتكلم على الخطوره. احنا خلاص عرفنا تعريف التخدير او ايه اهميته، بس هو ايه مقدار الخطوره؟ يعني فعلا هو التخدير الكلي ده خطر جدا نحاول نبعد عنه؟ لا 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 لا، مش لهذه الخطوره طبعا، مش لهذه الدرجه من الخطوره يعني، ولكن يعني ما فيش اي اجراء طبي ايا كان هو ايه، حتى لو حقنه مضاد حيوي في الصيدليه بالظبط، دايما الا لما يكون ليها بالظبط، الا لما يكون ليها سايد افكت. بالظبط. كل شيء طبعا وارد، وده عشان كده دكتور التخدير موجود مع المريض من لحظه دخول العمليات للحظه خروجه الافاءه للحظه خروجه الدور. لو بنتكلم على التخدير الكلي، لان هو ده اللي هو عامل القلق للامهات والاباء. التخدير الكلي احنا ساعات بنسمع كده ان هو في تخدير كلي بسيط او خفيف يا دكتور. خلينا نتكلم الاول عن التخدير الكلي بتاع الاطفال. بالظبط. الطفل بشكل عام في تغيرات او اختلافات فسيولوجيه ما بينه وما بين الكبار. تمام. الاختلافات دي بتتطلب حسابات مختلفه في الجرعات، بتتطلب سيتنج وسيت اب مختلف جوه العمليات، بتتطلب اجهزه مختلفه جوه العمليات، بتتطلب دكتور تخدير متدرب كويس ان هو يقدر يبنج اطفال. بالظبط. وخصوصا الاعمار المختلفه، لان طفل 10 سنين غير طفل عنده 3 ساعات. تمام. فكل القصه دي على بعضها تخدير الاطفال بشكل عام، لا في سيتنجز كتير وفي حاجات كتير محتاجين نبقى ما هو من هنا بقى هاخدك ان انا اقول لك ان فعلا التخدير في الاطفال مش اي دكتور يخدر طفل، ومش اي مستشفى يبقى فيه عمليات اطفال، صح كده؟ مظبوط طبعا. يعني لازم يكون الدكتور واخد التدريب الكافي على ان هو قدر يخدر اطفال قبل كده، واتدرب تحت ايد حد قبل كده ان هو بيعرف يخدر اطفال. والمستشفى لازم تكون ايكويبد كاجهزه رقم واحد، كستاف سواء دكاتره او تمريض قادرين يتعاملوا مع الاطفال. صح. حتى احنا الاجهزه بتاعتنا، الوصلات بتاعتنا، اجهزه الفنتليتر، مش كل المستشفيات فيها اجهزه تنفس صناعي اللي احنا بنحتاج نشتغل بيها في التخدير، مناسبه لان هي تنيم اطفال. وحتى الاجهزه اللي مناسبه ان هي تنيم اطفال، في اجهزه منها مش مناسبه ان هي تنيم اطفال باعمار صغيره. صحيح. يعني اقل من سنه ده بيبقى فيه اجهزه معينه. ما انا هاجي لك بقى في موضوع السن ده. من امتى ممكن الطفل يتخدر؟ من سن قد ايه؟ من سن ساعه. عادي. ساعه يعني. اشتغلنا مع بعض حالات من سن ساعه عادي. التخدير الكلي في حاجه اسمها تخدير كلي خفيف او بسيط؟ في تخدير كلي خفيف او بسيط. لان لو حضرتك مثلا بتعمل جرح بسيط مثلا، او بتعمل حتى عمليه طهاره مثلا، تمام، حاجه هتاخد يعني 5 ل 10 دقايق. 15 دقايق بالظبط. طبعا من الطفل مش هيتخدر فيها زي ما يكون هيعمل مثلا عمليه كبيره فتق في الحجاب الحاجز، او هيعمل حاجه ميجور او حاجه بالمنظار او الكلام ده كله. طبعا تخدير مختلف ووضع مختلف. الحاجات البسيطه دي احنا برضو التخدير عشان الناس تبقى فاهمه معانا، التخدير ليه ثلاث مكونات اساسيه، سواء كبار او صغيرين. حاجه بتنيم المريض، وحاجه بتعمل تسكين للالم، وحاجه بتبقى باسط للعضلات، بترخي العضلات. صح. تمام. اللي بترخي العضلات دي انا بستخدمها عشان احط المريض بعد كده على جهاز التنفس الصناعي. اوكي. لكن لو انا هعمل عمليه مثلا، حضرتك هتعمل طهاره في 10 دقائق، تمام، وحضرتك يعني استاذنا وما شاء الله متمكن في الموضوع ده، فانا هعمل طهاره في 15 دقائق. لا، انا مش محتاج ان انا ادي بسط عضلات. صح. مش محتاج احط الطفل على جهاز تنفس صناعي، فمش محتاج حتى اقلق من حاجه مثلا زي الابنك سبيلز والكلام ده. بالظبط. يعني هيفضل حدوثها لا قدر الله طبعا وارد، بس اقل بكتير. فالحاجات البسيطه دي ما بنقلقش يعني. الاجراءات البسيطه ما بيكونش عندنا الكونسيرنز المقلقه زي لا انا هعمل اجراء كبير سواء مثلا بعمليه جراحيه كبيره، استئصال جزء من الامعاء او ايا كان. بالظبط. دي لا، دي كونسيرنز مختلفه خالص. في طبعا حاجات بسيطه اللي هي يعني
ويطلق عليها كده مجازا اللي هو هياخد بس شمة بنج خفيفة. شمة بنج صح، نفس بالظبط، شمة بنج خفيفة، نفسين وهيناموا وخلاص. بالظبط. بالظبط. طيب الصيام بيفرق؟ يعني مثلا احنا عندنا اطفال مثلا بترضع رضاعه طبيعيه عنده شهر او طبعا. شهرين، طبعا. هنصومه برضو زي الكبار؟ طبعا. عدد ساعات الصيام بيختلف على حسب الطفل ده بيرضع. هيصوم من 2 ل4 ساعات. طب بيرضع لبن طبيعي ولا لبن صناعي؟ اللبن تفرق. الصناعي اتقل شويه صح. فبيقعد مده اطول شويه. لا الولد ده اتفطم وبدا خلاص بياكل. طب لا بياكل ده كمان بياكل واكل ايه؟ واكل سوليد فود يعني واكل رز وفراخ ومكرونه واكل اكله وجبه يعني. ولا لا ده واخد مثلا شويه عصير. العصير اللي هو شربه ده عصير شفاف ولا عصير مش شفاف؟ العصير الشفافه بالنسبه لنا تبقى اسهل شويه، ما فيهاش بارتيكوليت، ما فيهاش اجزاء، فما بنخافش منها في الترجيع والكلام ده. تفاصيل مهمه. بالظبط، تفاصيل كلها كتير. فيعني ما بنبقاش بنسال على نوع الاكل من باب الرخامه. يعني أيوة بنسال طبعا. اكل ايه اخر مره امتى؟ دي اسئله كلها مهمه وهترجع علينا بمردود في الشغل، نبقى بنعمل حسابنا على حاجات تانية عليها. طيب في نصفي؟ يعني في بنج نصفي للاطفال؟ طبعا في بنج نصفي. في طب ممكن يستخدم في ايه؟ بص البنج النصفي في الاطفال طبعا ده محتاج حد يعني متمرس شويه طبعا. اوكي. دي اول نقطه، مش كل الدكاتره بتقدر تدي بنج نصفي للاطفال. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا حساب الجرعات بتاعته بتختلف على حسب الطفل ده وزنه من صفر، يعني لسه من اقل من 5 كيلو، اكتر من 5 ل 15، اكتر من 15 كيلو. على حسب الاوزان بنبدا نحدد الجرعه اللي احنا هنديها. تمام. الجرعه دي بعد كده بتحدد لنا الفوليوم، الكميه. طبعا دي تفاصيل يعني ايه علميه دقيقه مش هنشغل بال الناس بيها. ينفع في كل العمليات اللي بتتعمل من منطقه الجزء الاسفل من البطن، بشرط ان العمليات دي يكون مدتها نسبيا قصيره. بالظبط، لان التخدير النصفي في الاطفال شويه غير الكبار. سرعه تكوين السائل النخاعي اللي حوالين الحبل الشوكي اسرع شويه كتير في الاطفال. فالتخدير النصفي بتاعهم بيقعد ساعه وربع ويبدا الايفكت بتاعه يروح، غير الكبار. الكبار ممكن ياخد فوليوم كويس وممكن التخدير يقعد معاه 3 ساعات او 4 ساعات فيتحمل ان هو يعمل عمليه كبيره. ده جزء، ده تخدير نصفي. في جزء تاني بقى اللي هو حاجه بنسميها الكودل. كودل دي قصه تانية. لا ده انا لسه هكلمك فيه بقى في الاخر. بس هو البنج النصفي ده ليه انديكيشنز؟ طبعا ليه انديكيشنز. هل مثلا ممكن نقول ان البنج النصفي امن من الكلي، فاحنا يعني بنروح للبنج النصفي في اوقات معينه؟ يعني مش هنقول امن عشان برضه الناس ما تاخدش الاجابه بشكل كويس. يعني مصمت كده لوحدها. ولكن كل حاجه وليها الانديكيشن بتاعها. طب اكيد مش هينفع ادي بنج نصفي في عمليه تعمل مثلا في الجزء الاعلى من الجسم. صح. في الجزء المتوسط حتى مش هيكفيني، لازم اعلي الجرعه شويه، فمحتاج اعلي الجرعه اكتر من وزن الطفل، فده غير مناسب. صح. زي ما قلنا شرط ان العمليه تبقى حاجه وقتها قصير. ففي حاجات معينه لا انا لازم ادي او مش لازم ادي بنج نصفي، بس يعني ينفع ادي بنج نصفي واميل ليه ومفيش مشكله. لكن امن ولا مش امن كل ده ديبندنج على حاله الطفل، لان انا لو اديت بنج نصفي لطفل غير مناسب ليه ما بقاش امن، ولو عملت بنج كلي لطفل غير مناسب ليه كل طفل او كل حاله ليها انديكيشن بتاعها. بالظبط. لو بنتكلم على الاطفال الكبيره شويه، مش هنقول سنه او سنتين، بنتكلم 5-6 سنين، تمام، وهيخش العمليات برضو. في ساعات كتير قوي امهات يقول لك لا بعد اذنك يا دكتور ما تدخلوش عمليات لوحده. طب ما ينفعش ننيمه قبل ما ندخله؟ بص يعني نيمه قبل ما ندخله دي بيبقى فيها يعني برضو ريسكس، فلازم يعني فيها شويه حاجات لازم ندور عليها. لازم اكون متاكد من عدد ساعات صيام الطفل. لازم اكون لسه هجيلك في النقطه دي دلوقتي. بالظبط. لازم اكون متاكد من حاله الصدر، لازم اكون متاكد من الوضع العام بتاع الطفل. واوقات ممكن نديله مهدئ بسيط على عصير بحيث ان هو يبقى داخل عصير طبعا ليه كرايتيريا معينه، مش اي عصير شفاف بشكل معين، حاجات معينه بحيث ان هو الولد يبقى داخل اهدى شويه وما يفتكرش بعد كده السايكل تروما او التوتر بتاع ان هو دخل بالظبط ان هو دخل عمليات او كده وهو صغير. طيب احنا اتكلمنا بقى على الصيام. تعال نخش على الصيام. هو لازم فعلا الطفل يصوم لو هياخد تخدير كلي؟ طبعا، حتى لو تخدير بسيط على فكره، يعني سواء تخدير بسيط او هيتحط على جهاز تنفس صناعي زي ما شرحنا. لازم الطفل يصوم. ليه؟ لان من ضمن التغيرات الفسيولوجيه طبعا بتاعه الاطفال دي نقطه ان هم الحجم المعده طبعا مش كبير قوي، فمش بيتحمل كميات كبيره من الاكل، فوارد جدا ان هو لا قدر الله يرجع. الحاجه الثانيه ان ادويه التخدير كلها بشكل عام شويه بتعمل احساس بالنوزيا او غممان النفس. بالظبط. فهي ممكن اصلا تساعد على الترجيع. تمام. ده طبعا ناهيك عن لو كان الطفل اصلا عنده مشكله في الامعاء او حاجه يعني تخص دي الجراحه اصلا. طب هو لو رجع هيحصل ايه؟ لا لو رجع مشكله كبيره لا قدر الله.
طبعا بنتعامل معاها، لكن هي مشكله كبيره لان الولد لو رجع وهو سواء هو نايم، سواء بنج بسيط بس بشمه بسيطه او بحاجه اسمها بنسميها لارنجال ماسك، يعني جهاز كده بسيط بنحطه بيتنفس منه، او هيتحط له انبوبه حنجريه. في كل الاحوال دي الولد ما بيبقاش قادر يحمي مجرى الهواء بتاعه. صحيح. احنا لو دلوقتي احنا قاعدين بنتكلم، اي واحد فينا قادر يحمي، لو لا قدر الله رجع مش هيشرق في الترجيع بتاعه. انت قصدك على الشرقان، صح؟ بالظبط. فهو الولد لما بيكون نايم، لو لا قدر الله حصل ان هو رجع، هيشرق في الترجيع ده. معنى كلمه ان هو شرق دي ان الترجيع ده الشرقه اللي بتحصل لنا احنا بنكح، وهو نايم مش هيبقى فيه كحه. بالظبط. فاللي هيحصل ان السائل الاكل اللي موجود في المعده اللي هو ما كانش صايم، فالمعده ما فرغتش، او العصاره المعديه او الكلام ده دخل في القصبه الهوائيه وعلى الرئه، طبعا بتبقى مشكله لا قدر الله كبيره. انا بسالك ليه؟ لان ساعات في اباء وامهات بيستحرموا اديله عصير قبل ما يخش وما يقولولكش. يعني هو مثلا هو ما كلش من الصبح يا دكتور، هيخش على لحم بطنه. انا عايز احكي لك عن موقف كده حصل معايا، بس الحمد لله عدى على خير. يعني ان برضو طفل زي ما انت قلت رجع وشرق، وكان هيعمل مشكله فعلا كبيره. وبعدين انا كنت متاكد ودكتور التخدير متاكد ان هو سائل الاب والام هو صايم من امتى. فما طلعنا واجهناهم بالمشكله فبداوا يعترفوا، فقال لك ده يعني دي كانت حته مزايا صغيره كده يا دكتور، بس اصله كان جعان قوي، انتوا كفره. المشكله ان دكتور التخدير احنا بنشوف الاكل بقى ذات نفسه وخاء، يعني أيوة، مش عايزين نقلب الناس شويه، بس انا بعرف نوع الاكل لو لا قدر الله طبعا حصل. طبعا، بس انت بتطلع يعني عشان تلومهم على اللي حصل، دي كانت فعلا مشكله ممكن تحصل كبيره. لا هو طبعا لازم التوجيه في حاجه زي دي يكون واضح جدا، ان انا مش معنى ان هو داخل صايم ان انا كده، لا هو هيدخل جوه العمليات، هياخد محاليل، ولو احنا محتاجين ان هو يصوم فتره اطول من العادي لايا كانت الاسباب، هياخد محاليل قبل ما يدخل العمليات. بالظبط، فهو بيتعوض، ما بيبقاش يعني احنا مش بنحاول نأذيهم، يعني بالعكس احنا بنحاول نشوف أأمن طريقه ان هو يدخل يعمل الجراحه ويخرج بالسلامه من غير اي مشاكل. صحيح.